مشاهدينا السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم جينا نشاركوا معكم هاد الكيكه. صراحه كتجي صحيه 100% بدون دقيق ابيض بدون سكر، كتجي غير بالتمر والشوفان. صراحه كتجي رائعه بالنسبه للناس اللي متبع الرجيم ولا الناس اللي مرض الله يحسن عوان ما كياكلوش الدقيق الابيض، ما كياكلوش السكر. يعني كنصحكم بهذه، راه غادي تعجبكم وبزاف. يعني كما قلت لكم بانها كتجي صحيه، ما فيها حتى شي حاجه اللي تقدر تضرك. هنايا باقي ما زينتهاش بالدبس. حنايا عندنا الدبس، بغينا نزيدوها بالدبس. الدبس راه مشاركين معكم في القناه، صحي 100%، كيكون غير بالتمر، عسل ديال التمر. وبالنسبه للناس اللي ما عندهاش الدبس، يعني تخليها غير هيدا، راه كافي بلا ما نزين حتى بشي حاجه. التزيين كما كنقول لكم تزيين اختياري. انا هنايا كما كتشوفوا زينتها غير بشويه ديال اللوز، شويه ديال الكوكو، شويه ديال الشوفان كذلك، باقي ماشي مطحون، يعني راه كافي. وهنايا غادي نقطع معكم واحد القطعه من داخل كيفاش كتجي. صراحه كتجي كتذوب في الفم، يعني تقدر تاكل منها كميه كبيره وما تخافش منها. هنايا كما قلت لكم درت لها داك الدبس من الفوق. ديك الدبس راح كيعطيها واحد المنظر مزيون. صافي، يلا ندوزو معايا للمقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا 250 غرام ديال التمر، سلقته مع شويه ديال الماء، واحد نص كاس ديال الماء في واحد الكاسرونه، واحد 10 دقائق، ومن بعد طحنته على هذا الشكل هذا. وبامكان تعويضه، يعني بتبخروه تبخيره ولا تسلقوا في الماء، راه عندها نفس المفعول وكيخرج نفس القوام. صافي كنطحنوه مزيان وكيعطينا داك الشكل. عندي هنا 4 البيضات، نصف كال ديال البرتقال، ما كانش البرتقال بامكانكم تعويضوه غير بالحليب، نصف كاس ديال الزيت البلديه. عندي هنا كاس مقبب ديال القرقاع، ما كانش القرقاع، اللوز ولا الكاوكاو اللي كتشهوا واللي كاينه متوفر في البيت. عندي هنا واحد الفاني، واحد خميره ديال 15 غرام. عندي هنايا 3 د الكيسان ديال العنبه ديال الشوفان، كيكون حبوب طحنته على هذا الشكل هذا. ما كانش الشوفان بامكانكم تعويضوه بالطحين ديال الزرع، حتى هو راه كيجي مزيان. شويه د القرفه، شويه د الملحه. صافي هادو هما المقادير اللي عندي. عندي هنايا اول حاجه كندير 4 البيضات، هذيك شويه د الفاني، كنطلع ديك البيض مزيان، ومن بعد كنبقى نزيد ديك المقادير بشويه بشويه. زيت هذاك القرفه وديك الملحه اللي عندي، وانا ماشيه وانا كنخلط، يعني ما كنوقفش. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي، كما كنقول لكم دائما بالخلاط اليدوي كتخدموها، راه عندها نفس المفعول. صافي نتوما كتشوفوا ديك التمر كيفاش كيجي كريمي، يعني بالتبخيره ولا بالتسليق راه كيجي عنده نفس المفعول. يعني كنعوضوه ديك السكر اللي ما كنديروش، كيعطينا نفس التحليه. واللي بغاها تجي حلوه اكثر درت 300 غرام، راه كيجي مزيان. يعني كما قلت لكم في الاول، لاحظتوا معايا كندير كل شيء صحي باش تجينا واحد الكيكه صحيه 100%. عندي الزيت البلديه، عندي ديك الزيت البلديه اللي ماشي مجهده بزاف، ديك اللي كتجي شويه خفيفه. كانت عندكم الاخرى ماشي مشكل، يعني في كلتا الحالات راه كتجي مزيونه. كنزيد هذاك البرتقال اللي عندي، انا ماشيه وانا كنزيد بشويه بشويه حتى كنساليهم كاملين. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الشوفان ولا الطحين الزرع ما عندهاش متوفر في البيت، الا ما بغاتهاش صحيه 100%، دير دقيق ابيض، حتى هو راه كيجي غزال في الكيكات. صافي كنزيد هنايا، نسيت معكم واحد 2 معالق ديال الكوكو، كتعطيها واحد النكهه مزيونه وواحد المذاق. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الكوكو يزيدوه، الناس اللي ما عندهاش مع الكوكو استغني عليه، راه بلا هو راه كتجي حشوه غزاله ومذاق مزيون. صافي كنبقى ماشيه حتى كنسالي هذيك المقادير اللي قلت لكم كاملين. نزيد ديك الشوفان بشويه بشويه، من بعد نزيد ديك القرقاع اللي عندي. القرقاع كما كتشوفوا معايا غير هرمشتو حتى الا درتو اللوز، صراحه هو كيجي مزيان. الكاوكاو يعني اللي متوفر في البيت. صافي كنكمل ديك الشوفان ديالي كما كتشوفوا معايا. الا شفتوا الخليط تقلكم على هذا الشكل هذا، زيدوا ديك شويه ديال التين ولا شويه ديال البرتقال،
باش كتخفف غير واحد شويه، ما كانش البرتقال ديروا الحليب، يعني كتقدر تخفوها غير بشويه ديال الحليب راه كافي. صافي كنزيد هذيك الخماره ديال الحلوى. هنا كنكون ساليت جميع المقادير اللي عندي. ولا لاحظتوا بحال اللي جات شويه ثقيله. انا هنايا كما قلت لكم غادي نزيد لها واحد شويه ديال البرتقال غير باش تخفف واحد شويه. برتقال حليب يعني اللي عندكم متوفر. صافي كنبقى ماشا حتى كتعطيني واحد النتيجه تكون بحال هكذا، ما خفيفه ما ثقيله، يعني تكون عاديه. صافي جانبا كيكون عندي واحد المول مدهون، اي مول كتستعملو، وكندير ديك الخليط ديالي. هنايا كيكون عندي الفران كيسخن على 200 غرام، بعد كنقص له 180، كنخلي الفوق والتحت، كنديرها في التحت كطيب. يعني الفران كل وحده وكتفهم الفران ديالها، يعني راه كاينه انواع ديال الفرن. صافي هذاك هو القوام اللي خصها تجي فيه كما كتشوفوا. انا هنايا غادي نزينها بواحد شويه ديال الشوفان من الفوق وشويه ديال اللوز ايفيلين. هاد التزيين هذا اختياري كما كنقول لكم، يعني نتوما بامكانكم ما تزينوهاش دابا حتى تخرج من الفران، عاد زينوها مثلا بالكوك، باي حاجه كتقدروا تزينوا بها. انا هنايا كما شفتوا زينتها غير واحد شويه ديال الشوفان شويه ديال اللوز، غادي ندخلها للفران وغادي نكمل التزيين ديالها. صافي هنايا بعد ما خرجت من الفران زينتها بواحد شويه ديال الكوكو، شفتوا كيفاش تحمرت لي في الفران، واحد شويه ديال الورد الحر. يعني كما كتشوفوا المنظر ديالها صراحه كيجي مزيون، كيجي غزال. يعني التزيين اختياري، بامكانكم ديروا غير الكوك بوحديته من الفوق راه كافي. انا هنايا زدت له واحد شويه ديال الدبس من الفوق، راه مشاركين معكم في القناه، يعني دبس صحي 100%، يعني عسل ديال التمر. صراحه كتعطي هذيك المنظر مزيونه. بغيت غير نرش عليها واحد شويه من الفوق، يعني ما كانش متواجد معكم الدبس، غير كما قلت لكم غير داكشي اللي عاد ديروا راه كافي بلا دبس. انا الوالده الله يطول في عمرك كيعجبها الدبس، يعني كتبغي اي حاجه كديرها بالدبس. صافي كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم صراحه. يعني بالنسبه للناس كما قلت لكم راه غادي تنفعكم الا ما كنتيش كتاكل دقيق ابيض ولا سكر، راه هاد الكيكه هادي كنصحكم بها. هنايا غادي نقطع معكم واحد القطعه من الداخل، صراحه هي كتجي محمره كتجي فتيه. يعني ماشي بالنسبه ضروري نكون فيا مريضه ولا فيا ريجيم باش نديرها، صراحه انا ما فينا، يعني الحمد لله مزيانين وكتعجبنا هاد الكيكه، يعني ما كتخطاناش من الدار. صافي كنقول لكم خليتكم في امان الله والى فيديو قادم.